السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في قناتكم وقناتي حلويات هند. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الدجاج في الفران. غادي نعمروه بالشعريه الصينيه، كيجي بنين بزاف البنات. وغادي نقول لكم جميع الاسرار ان شاء الله باش يجيكم محمر بحال هكا، والتحميره ديالو تجي موحده. فخليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر، فغادي نقول لكم جميع الاسرار ان شاء الله باش ينجح معكم. قبل ما ندوزو المقادير كنبغي دائما نشكركم، شكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتخليو لي فيديوهات سابقه لا يخطيكم. وكنرحب بالناس جداد اللي التحقوا بالقناه، كنقول لكم مرحبا بكم معايا. وندوزو مباشره للطريقه والمقادير، خليكم معايا. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنايا جوج دجاجات يكونوا فايتين 2 كيلو. عندي واحد 2 ضمات ديال الشعريه الصينيه. عندي الزيتون، كاس ديال الماء، واحد الكركوبه ديال الثومه. عندي الكبده، شامبينيون. عندي الربيع مقطع والحار، الهريسه. وعندي الزيت ديال النيوره. غادي ناخذ في العطريه، عندي معلقه ديال السمن، ضامه ديال الزعفران والزعفران وسكينجبير والبزار مليحه. عندي العطريه ديال الدجاج، وعندي شويه ديال القعقله وبسيبيسه كيعطيو واحد المذاق خطير في هذا الدجاج هذا. واخا ما تيدارش مع هذا الدجاج هذا، ولكن راه كتعطي واحد الريحه زوينه، لانه غادي يبات مرقد، فضروري غنرقدوه بهذه الطريقه بحال هكا. بالنسبه للشعريه الصينيه البنات، كنديروها في الماء سخون وكنسقطروها مزيان وكنطحنوها في الهاشوار طحنه وحده. ما تزيدوش كثر البنات، راه غطحن لكم اكثر من القياس. طحنه وحده يعني بحال كتقسم على 4 باش ما كتعذبش في الماكله ملي كيكونوا الناس كياكلوا، باش ما تبقاش كبيره. بالنسبه للزيتون البنات، عندي هنايا الزيتون اللي كيكون بلا عظم. غادي نطحنوه في الهاشوار، باش غادي ناخذ منه واحد شويه باش نخلطوه مع داك التوابل. يعني غنشرملو به هاد الدجاج هذا، كيعطي واحد المذاق زوين، واحد الحموضه للدجاج من الداخل، كيعطي واحد البنه واعره البنات. غادي ناخذ واحد الهاشوار وغادي ندير فيها معلقه ديال الزيتون مطحون. عاد غادي نكمل باقي المقادير. عندي هنايا اللب ديال الحامض المصير، داك الدخلاني ديالو غادي نطحنوه مع شويه ديال الهريسه. هاد الهريسه البنات راه ما حاراش. غادي ناخذوا الثومه، دقيتها شويه تتحيدوا لها القشور. عاد غادي نديروها في الهاشوار كما قلت لكم. عندي هنايا كركوبه ديال الثومه صافي، غادي نديرها حتى هي صافي. وغادي نضيفوا الربيع، قزبر ومعدنوس. غادي نطحنوهم بواحد الكاس ديال الماء. بالنسبه للتوابل، غادي نديروا معلقه ديال الزبده باش كيجينا الدجاج فتي من الداخل. عندي كما قلت لكم العطريه ديال الدجاج، وشويه ديال القعقله وبسيبيسه، ومعلقه ديال السمن المليحه باش كيجينا بنين. وردوا بالكم للزيتون، راه كيكون فيه شويه الملحه، الهريسه كتكون فيها الملحه، المصير كيكون فيه الملحه. فديروا غير شويه باش كيجينا الدجاج بنين من الداخل. صافي غادي نخلطوا هاد التوابل كاملين اللي قلت لكم، وغادي نطحنوهم في الهاشوار باش كنشرملو بهم الدجاج. بالنسبه للزيت، راه ما غاديش نضيف الزيت حتى الاخر، باش كيخلي لنا العطريه انها تدخل في الدجاج. انا هنايا رقدت الزيت اللي فيه النيوره باش كيعطيني الحموريه لداك الدجاج، وكيعطيني حتى البنه. غادي ندهن به الدجاج حتى الاخر. صافي البنات، هنايا درت كاس ديال الماء كما كتشوفوا معايا، وطحنت هذيك العطريه كامله باش كنتبل بها هاد الدجاج هذا. غادي نحتفظ بواحد المعلقه، غادي نديرها مع الشعريه الصينيه باش حتى هي تجينا لذيذه. صافي والشي الاخر كله غادي نديرو في الدجاج. غادي نشرمل داك الدجاج مزيان باش كتدخل ليه ديك العطريه، وكيبات في هاد العطريه هذه، يعني كتدخل ليه البنه حتى لداخل باش كيصبح فتي وكيجي زوين. بطبيعه الحال الدجاج راه مغسول مزيان وكيكون مسقطر مزيان من الماء. صافي وكنديروا ليه هاد التوابل هادو. بالنسبه لداك الصدر، فكنحاول انني ندير ليه شويه ديال الهريسه باش كيجينا لذيذ من الداخل وكيجي حمر، يعني باش يتكال الدجاج كله، يعني كيجي بنين بزاف. نحاولوا اننا نديروا هذيك الشرموله، يعني نديروها في الدجاج كامل، نشرملوه مزيان صافي. ومن بعد بحال هذيك الشرموله كتكون لتحت، وعاد الشعريه الصينيه ملي كنكونوا كناكلوا فكنلقاو الدجاج ان لاصقه فيه هذيك العطريه، كتجي بنينه بزاف بديك الطريقه. وعاد كنلقاو الشعريه الصينيه من الفوق.
صافي كما كتشوفوا معايا انا راني حاولت انني ندير هذاك العطريه نديرها في الجناب كاملين، وغادي نديرو الشامبينيون مع الشعريه الصينيه مع داك شويه ديال العطريه حتى هي باش كتجينا من السما، مع الكبيده اللي كنا سلقناها في قبل، وداك الزيتون اللي مقطع اللي احتفظنا به. صافي غادي ناخدو الدجاج ديالنا وغادي نعمروه، نحاولوا اننا ما نعمروش الفخيدات من الجناب باش ما كطرطقش لينا، باش ما يطرطقش لينا الدجاج. نحاولوا اننا نركزوا على الداخل، يعني كندخلوا لداخل هذيك الشعريه الصينيه، كنحاولوا اننا ندفعوها لداخل في الصدر، وكان نجمعوا بحال هكا الدجاج ديالنا بالخيط اللي كيكون غذائي. صافي وكنكونوا اننا تهنينا من الدجاج، يعني كنخليوه ليله كامله راقد، في الصباح كتكون الخدمه ديالو ساهله، كنشعلوا عليه غير الفران. بالنسبه للطاوه البنات ضروري نغلفوا بهذه الطريقه بحال هكا، كنديروا بابي الومنيوم هو الاول، عاد كنديروا بابي كويسون باش ديك الحراره كتوزع على داك الدجاج، لاننا غنطيبوه غير في الفران بهذه الطريقه بحال هكا، لانه كيشد الحراره وكيعطينا الحراره للدجاج من الداخل، وكتبقى تدور الحراره لاننا كنغطيوه حتى ببابي الومنيوم في الاخر. بالنسبه للزيت ديال النيورا كما قلت لكم انا راني كنرقدو سيمانه تقريبا كيعطيكم هذا اللون. تقدروا ديروا الزيت مخلطه ولا الزيت البلديه، وكديروا فيها واحد 4 ولا 5 ديال الحبيبات ديال النيورا، وكتخليوهم مرقدين. فيما كتبغيو ديروا الدجاج كدهنوه بهذه الطريقه بحال هكا باش كيعطيكم داك اللون في الاخر كاع، يعني الدجاج كيصبح احمر وكيصبح زوين، وفي التحميره كيعطيكم واحد اللون اللي هو زوين بزاف. الصباح غادي نزيد واحد الكاس ديال الماء من الجنب وغادي نديرو في الفران. كما كتشوفوا معايا راني غطيت وعاود بابي كويسون ودرت عليه بابي الومنيوم، وغادي ندخلوه للفران البنات 3 ديال الساعات كيكون واجد. بالنسبه للفران البنات كنديروا العافيه عامل من التحت، ساعتين الاولى كيبقى مغطي الدجاج ياك، ملي كنحلو عليه الساعه الاخرى كنحلو عليه كنحيدو بابي الومنيوم بابي كويسون، وكنقلبوا الدجاج واش طاب. مني كنحسوا بالدجاج انه دخل ليه الطياب في الصدر ديالو كندخلوا الكيغدو، ملي كيدخل لينا بسهوله فكنعرفوا ان راه الدجاج طاب معانا. كنعريو عليها البنات وكنخليوه الفوق، ما كنديروش العافيه على الوجه ديالو نهائيا، كنخليوه الفوق وكنبقاو ساعه ساعه كنجيو كنسقيوه بديك المريقه ديالو اللي بقى، لان كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو فدرنا ليه 2 الكيسان ديال الماء تقريبا، فكيبقى يطيب غير في داك الميها كتبخر وكترجع وكتبخر وكترجع حتى كيطيب لينا الدجاج وكيجي فتي بهذه الطريقه بحال هكا، وكياخذ اللون زوين بزاف. اما الا هبطناه فراه دغيا كيتبرقع، يعني ما كيجيش الدجاج لون موحد. من الاحسن اننا نخليوه الفوق ونخليو داك الصهد كيبقى يرجع على داك الدجاج حتى كيتحمر على خاطرو، كيجينا في هذا اللون هذا كما بغيتو. انا راه شحال من واحد تيذوقوا تيقول لي واش مقلي، تنقول لهم لا راه طايب غير في الفران من الاول حتى الاخر، وكيجي بنين بزاف وفتي كما قلت لكم. كنبقى نسقيه غير بديك المريقه، وفي الاخر مني كيطيب كاع الا بغيتو تزيدوا تلمعوه بشويه ديال الزبده اللي كتكون من اصل حيواني، ممكن انكم ديروا شويه د الزبده. الا ما بغيتوش راه كتخليوه غير هكا، كتبقاو تسقيوه غير بالمريقه حتى كيطيب في الساعه الاخرى. صافي البنات ساعتين كلها مغطي باش كيطيب بالبخار، والساعه الاخيره كنعريوه وكنخليوه غير الفوق باش كيبدا يتحمر وكياخذ اللون وداك الصهد كيرجع عليه، وكيجينا اللون ديالو بحال اللون اللي كيكون في المطاعم. كيجي بنين بزاف البنات من الداخل، وديك الريحه ديال القعقله وبسيبيسه محدو تيطيب وديك الريحه طالعه منه، يعني كيجي بنين بزاف. وكنتهناو منه بحال هكا. الا بغينا نديروه كنصايبوه في الليل، والغد ليه كنوضو غير كنشعلو عليه صافي وكنخليوه يطيب على راحته، كيجينا بنين بزاف كما كتشوفوا معايا. وتقدروا ديروا لي اي تقديم كما بغيتوا نتوما، الا كانوا عندكم الضيوف ولا هذه كتقدموا شي تقديم اللي كيكون زوين، فانا درتو هكا غير للدار وقلت نشاركو معكم. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه. وبلا ما نطول عليكم، الا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل ديالكم والاحباب باش كتعم الفائده وكتزيدوا تشجعوني. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.